السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي ابطال المرحلة الاعدادية. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم استاذ عبد الله عواد، وباذن الله الفيديو بتاع النهارده لاخواتنا وحبايبنا تانية اعدادي. خلاص يا بطل، داخلين على امتحانات شهر مارس. عايزك كده تشد حيلك باذن الله علشان نقدر نقفل الامتحان ده ونحطه في جيبنا. طبعا من حيث فيديو الشرح، فانت هتلاقي في عندك فيديو شرح على القناة عندنا شارح لك كل حاجة حرفيا ممكن تيجي على الايه، على امتحانات الشرعيه باذن الله اللي هي شهر مارس. انما النهارده باذن الله هيكون حل امتحان باذن الله متوقع لشهر مارس. امتحان في ناس كتير قوي بتتكلم عليه، امتحان فيه كام نقطة مهمة هنحب ان احنا ننبه عليها عشان بإذن الله تكون داخل واثق من نفسك أقصى ثقة وتخش تقفله كده وتجيب الدرجة النهائية. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزك كده تصلي على النبي، زيد النبي صلاة، تنزل تشيك في القناة، تعمل لايك للفيديو، تعمل شير لاخواتك وحبايبك، خلي الكل يستفاد. ومن حيث برضو الفيديوهات اللي مش بتوصل اول باول، فانت هتلاقي عندنا جروب على الواتساب، هتلاقيه نازل لك فيه كل حاجة انت عايزها من حيث الفيديوهات اللي بتنزل اول باول. وعندك برضو اللهم صل على النبي، عندك الملخصات، عندك الامتحانات، عندك كل حاجة بتنزل على هناك بإذن الله. شكرا لكل الناس اللي بتعمل كومنتات، وشكرا لكل الناس اللي بتعمل تعليقات كويسه وبتدعمنا دايما. باذن الله نفضل عند حسن ظنكم، ونفضل دايما نقدم لكم كل ما هو مفيد وكل حاجه انتوا عايزينها. صلى على النبي، سيد النبي صلاه. تعالى كده يا سيدي اما نشوف عندنا الامتحان بيقول ايه. طبعا اول حاجه هنبتدي بيها اللي هو النص الاستماع. طبعا من حيث النص الاستماع، انت النص الاستماع عندك هو هيجيبه لك وهتسمعه وهتشوف هو بيتكلم عن ايه. بس انا لاحظت يعني ايه، لحظه كده بصيت لقيت كلمه ركيزه. ركيزه يعني اساس يا شباب، ركيزه على طول بتيجي بمعنى اساس. انما الباقي باذن الله انت هتسمعه وهتبدا تحل من خلال الحاجه اللي انت هتسمعها. طيب نخش على التعبير الكتابي. قال لك والله التعبير الكتابي هو هنا اللي طالب منك ان انت تكون ملخص فقره. فين الهايلايت اهو؟ لخص الفقره السابقه في سطرين. كل اللي انت مطالب منك ان انت تلخص في سطرين يا عم الحاج الكلام اللي احنا هنقراه. ومن حيث طبعا التلخيص، فما فيش احسن ولا اجدع منكم في حته التلخيص دي، كلكم بتعرفوا تلخصوا. بسم الله بسم الله ما شاء الله. طيب تعالى كده اما نقرا القطعه وتعالى اما نيجي نلخصها. قال لك والله تعد الرياضه من اهم الانشطه التي تسهم في بناء الانسان جسما وعقلا، فهي تقوي العضلات وتنشط الدورة الدموية وتحافظ على الصحة العامة، كما تساعد الرياضة على تنمية روح التعاون والانضباط والالتزام بالقواعد، وهي وسيلة فعالة للتخلص من التوتر والضغوط النفسية، ويكتسب الفرد من ممارستها الثقة بالنفس والإرادة القوية. لذلك ينبغي أن نجعل الرياضة جزء أساسي من حياتنا اليومية. طبعا يعني دلوقتي احنا قرينا الجزئيه وفهمنا الجزئيه، كل اللي مطالب منك ان انت تلخص لي اللي احنا قلناه ده في كام سطر. تلخصه في سطرين. طيب قال لك والله تعالى كده اما نشوف. هنقول لا ده كده الهايلايت. تعالى اما نجيب القلم الاحمر. الرياضه مهمه لعقل وجسم الفرد. ليه مهمة لعقل وجسم الفرد؟ ليه؟ بص السطر ده كله انا لخصته لان السطر ده كله بيتكلم عن ايه؟ عن العقل والجسم والايه والعضلات والكلام ده كله. وتعطي له الصحة اهو، وتعطي له صحة، كما تساعد الرياضة على تنمية روح التعاون والانضباط، كما تساعد الإنسان. هنا بقى بتساعد الإنسان من حيث القواعد والالتزام والكلام ده كله، ده كله الجانب النفسي. كما تساعد الإنسان في الجانب النفسي، كما تساعد في الجانب النفسي. يعني بدل ما اقول تساعده في كذا والانضباط والاخلاق والثقه بالنفس والاراده، لا انا خلصت الموضوع ده كله، قلت ان هي ايه؟ بتساعده وبتفيده في الجانب الايه؟ النفسي. فعلينا جميعا فعلينا جميعا ان نمارس فعلينا جميعا ان نمارس الرياضه. ونقطه اعمل حاجه كده. انت لخصت في سطرين الا كمان. ده حاجه كويسه قوي وحاجه بسيطه جدا ان انت تلخص. حاول اكبر عدد من الكلمات
تحطها في جملتين وخلاص وتخلص على كده. زي مثلا لما بدل ما اقول ان هو تساعد على الجانب الثقه والجانب النفسي والثقه بالنفس والاراده القويه، لا، كل اللي انا قلته ان هي بتساعده في الجانب النفسي. طيب، القراءه عندنا ومن هي اللي هي عالميه اللغه العربيه. عالميه اللغه الايه العربيه. استنى بس كده بنسند التابلت. طيب، قال لك وبذلك تدرك أن اللغة العربية لغة عالمية في سعتها وانتشارها، وأن علماء العرب وما أنتجوه كان جسور وصل بين الشرق والغرب، ومشعل نور أضاء فوق المعمورة. هذا بالإضافة إلى ما دونوه من علوم في الدين واللغة بأنواعها. وهذا يكشف بالدليل وبرهان عالمية اللغة العربية وريادتها وتطورها وصلاحيتها لمعالجة شؤون العلم والحياة. طيب، معنى كلمة المعمورة اهي. كلمة المعمورة هي حيث أضاءت آفاق المعمورة. يعني ايه أضاءت الأرض؟ اللغة العربية أضاءت الأرض. طيب، مضاد كلمة عالمية محلية. طبعا أي حاجة عالمية مضادها محلية. زي مثلا عندنا كأس العالم. كأس العالم دي دورة ألعاب كرة القدم، والدول كلها بتشترك فيها. دي عالمية ولا محلية؟ هتقولي لا، عالمية. طيب، مضادها محلية. زي مثلا الدوري المصري، ده حاجة عالمية ولا حاجة محلية؟ لا، ده حاجة محلية. وهكذا وهكذا يا عم الحاج. تمام. فقال لك معنى كلمة المعمورة الأرض، وما ضد كلمة العالمية المحلية. طيب، ننزل ونبص على اللي بعده. قال لك العلماء العرب لم يتركوا أي أثر في علوم الدين واللغة. صح ولا غلط؟ غلط. استنتج ما الذي يترتب على الحفاظ على اللغة العربية وانتشارها عالميا. استنتج يعني هات لي دليل ان اللغة العربية كانت ايه، كانت بتحافظ على نفسها وكمان لقت انتشارا علميا واسعا. بص يا سيدي عندي، هنقول ان اللغة العربية وريادتها وتطورها لمعالجة شؤون العلم والحياة. ان هنا والله من اهمية اللغة العربية ان هي كانت بتقوم بتطوير واصلاح شؤون العلم والحياة. يبقى هنيجي كده نكتب اهو. هنقول حيث كانت تعالج شؤون العلم والحياة. طيب يا سيدي، حدد بنية النص. طيب، هي ايه اصلا بنية النص؟ يعني والله تعالى كده اما نشوف بنية النص عندنا 6. قال لك والله سبب، قال لك سرد سبب ونتيجة. كنت هنسى. سرد سبب ونتيجة، مقارنة، وصف مشكلة وحل تسلسل. تاني كده، ايه هي بنية النص؟ سرد سبب ونتيجة، مقارنة، وصف مشكلة وحل تسلسل. ده كده يا عم الحاج عندنا من حيث ايه؟ من حيث بنية النص. طيب، هو بنية النص اللي عندنا هنا كده، بص عليها وشوف كده، هل بنية النص عندنا هل في كان سبب ونتيجة؟ هتقولي لا، ما كانش فيها مصدر سبب ونتيجة. طيب، هل في عندك مثلا مشكلة وحل؟ مفيش مشكلة وحل. طيب، تسلسل؟ مفيش. انا كل اللي انا شايفه ان هو عمال بيوصف اللغة العربية، عمال يقول لك ان هي كانت في ساعتها وانتشارها، وعلماء العرب انتجوا جسورا كتير قوي توصل بين الشرق والغرب. فانا شايف والله كل اللي بيعمله هنا ان هو قام بوصف اللغة العربية. طيب، ونخش على نص القراءة المتحرك. قال لك اليوم العالمي للغة العربية ليست مجرد مناسبة رمزية، إنها دعوة للتذكير بأن اللغة هي أكثر من وسيلة تواصل، وهي وعاء للهوية ومرآة للثقافة. وفي الوقت نفسه يحمل اليوم العالمي للغة العربية رسالة قوية إلى العالم أجمع أن اللغة العربية ليست لغة الماضي فقط، بل هي لغة المستقبل، قادرة على التكيف مع متغيرات العصر من التكنولوجيا إلى الإعلام الرقمي دون أن تفقد نكهتها الخاصة وروحها العميق. الاحتفال باللغة العربية هو الاحتفال بتاريخ طويل وثقافة غنية ووعي جماعي بأن اللغة تستحق أن تحفظ ويحتفى بها كل يوم، لا فقط يوم محدد. هنا طبعا بيتكلم عن اللغة العربية واليوم العالمي للأهمية للغة العربية وأهمية اللغة العربية. طيب، هات من الفقر. السؤال عندنا اللي جاي هنا،
هات من الفقر، يعني الكلام اللي هيجيبه لك ده انت هتروح تدور عليه من الفقر. ايه هي بقى معنى كلمة يحتفل؟ هتلاقي هنا عندك كلمة يحتفي. طيب مضاد كلمة سطحية، لو جيت قلت لك ان الجرح ده سطحي، مضادها ان الجرح عميق، فهنا السطحية مضادها كلمة العميقة. طيب فين العميقة؟ فين العميقة؟ اهي العميقة. مفرد مرائي، مفرد مرائي مرآة اهي. طيب اللغة العربية تمثل وعاء، اللغة العربية تمثل وعاء. طيب ده هنا أكمل، عايزين نشوف كده أهي. اللغة العربية بص كده معايا، اللغة العربية تمثل وعاء الهوية ومرآة الثقافة. يبقى يلا كده يا سيدي أهو، وعاء الهوية ومرآة الثقافة. طيب يا سيدي الاحتفال باللغة العربية والاحتفال بإيه؟ طويل وثقافة. ماشي أهو. الاحتفال باللغة العربية هو احتفال بتاريخ طويل وثقافة غنية. احتفال بتاريخ طويل وثقافة، وثقافة غنية. قال لك اللي بعده، لماذا يؤكد النص أن الاحتفال باللغة العربية ليست مجرد مناسبة رمزية؟ طيب واحدة واحدة. لأن الاحتفال باللغة العربية هو دعوة للتذكير بأن اللغة العربية هي أكثر من وسيلة تواصل، وهي وعاء للهوية ومرآة الثقافة. فشايف السؤال ده اللي هو إيه السؤال؟ لماذا يؤكد النص أن الاحتفال باللغة العربية ليست مجرد مناسبة رمزية؟ قال لك لأن هو مش مجرد مناسبة رمزية بس، قال لك يا سيدي دي هي دعوة للتذكير بأن اللغة هي أكثر من وسيلة للتواصل، وإنما هي وعاء ومرآة للثقافة. طيب ده كده الإجابة رقم إيه؟ دي الإجابة هنا رقم، الإجابة رقم ج هنا. طيب حلو أوي. قال لك هات الفكرة الرئيسية والفكرة الفرعية. طيب الفكرة الرئيسية اليوم العالمي للغة العربية، اليوم العالمي للغة الإيه العربية. طيب والفكرة الفرعية أهمية اللغة العربية. طيب يا سيدي وتعالى اما نخش عندنا في النصوص، في النصوص اللي هي لا تلومني في هواه، جميل جدا، موجود عندنا في الوحدة التانية. قال لك لا تلومني في هواها أنا لا أهوى سواها، لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها، نزلت في كل نفس وتمشت في دماها. معنى كلمة تلومني يعني تعاتبني، تلومني يعني ايه تعاتبني. معنى كلمة هواها محبتها. طيب مضادها كلمة بغضها يعني كرهها. جمع كلمة نفس نفوس أو أنفس، وادي كلمة نفوس يا سيدي. طيب نوع الأسلوب لا تلومني اوعى تلومني، أسلوب هنا نهي، غرضه الالتماس، اوعى تلومني. طيب نزلت في كل نفس، التعبير ده بيدل على ايه؟ اللغة العربية نزلت في كل نفس، موجودة في كل نفس، تعبير يدل على التمسك باللغة العربية، التمسك باللغة العربية. نزلت في كل نفس، متمسك باللغة العربية لدرجة ان هي موجودة في نفس الشعر، موجودة في نفس الايه الشعر. طيب يا سيدي دلل على شدة حب الشاعر للغة العربية. طيب دليل على ان الشاعر بيحب اللغة العربية، قال انا لا اهوى سواها، ده مبدئيا. وقال ان انا افتديها، ان هو ممكن على استعداد ان هو يضحي من اجل اللغة العربية، وان هي موجودة في كل نفس. طيب هنقول بقى الكلام ده ازاي؟ الشطارة منك مش ان انت تجيب الكلام فوق وتحط تحت، الشطارة منك ان انت تقوله باسلوبك، تقوله بطريقتك، تقوله باسلوب منظم. بمعنى هقول والله حيث قال، حيث قال الشاعر أنه لا يهوى ولا يحب
غير اللغة العربية. وتاني حاجة ممكن نقول أنه على استعداد للتضحية. الواحد يفتديه بالتضحية من أجل اللغة. طيب، تالت حاجة عندنا هنقول أنها نزلت. بلاش بقى نزلت، أنها من الأشياء التي توجد في نفس الشاعر. التي توجد في نفس الشعر. طيب يا سيدي، زي الفل. نخش على اللي بعده، ألا وهي النصوص المتحررة. ما العاطفة المسيطرة؟ أنا حسيت برضه إن أنا نسيت حاجة. ما هي العاطفة المسيطرة على الشعر في النص؟ طبعا العاطفة اللي هي حب اللغة. حب اللغة العربية. طيب ننزل تحت كده ونشوف الدنيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بص كده يا سيدي، وتعالى اما نقرا نشوف الابيات دي عندنا بتتكلم عن ايه. بك تاج فخري وانطلاق لساني، ومرور ايامي ودفء مكاني، لغة الجدود وضربنا نحو العلا، وتناغم الياقوت والمرجان. قال لك وهي نورس الطهر الذي، وهو النورس الطهري الذي ببياضه يعلو الزلال ملوح الخلجان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده ما نشوف معنى كلمة ضربنا. قال لك والله لغة الأجداد وضربنا نحو العلا. هي لغة الأجداد وضربنا نحو العلا. ضربنا نحو العلا يعني طريقنا نحو العلا. طيب، تناغم. يعني ايه تناغم؟ يعني والله مثلا لو في لعيب ولعيب موجود في الملعب، والاتنين بيباصوا لبعض حلو، والاتنين بيعملوا حركات مع بعض، واحد اتنين وباص، يقول لك اللاعبين دول بينهما تناغم. عكسها بينهما تنافر. طيب، بما وصف الشاعر اللغة العربية وعلى ما يدل. طيب بص كده عندك، بما وصف الشاعر اللغة العربية، قال لك والله أول حاجة كده انا لقيت كلمة بك تاج فخري، يعني انا صورها اول حاجة بالتاج. طيب، وقال لها كمان ان هي لغة الاجداد، دي تاني تشبيه انا شايفه عندي. طيب، وقال لها كمان ان هي مثل النورس. النورس ده اللي هو طائر كده لونه ابيض ناصع البياض، فده تالت تشبيه عندي. وبرضه انا شايف ياقوت ومرجان، فهنا ممكن يكون جدا شبه اللغة العربية بالياقوت والمرجان. فتعالى بقى كده هنقول حيث صور اللغة حيث صور اللغة العربية بتاج، وإنها صور اللغة العربية بتاج، وأنها إيه كمان يا ربي؟ قلنا ياقوت ومرجان. أنها ياقوت ومرجان، وأنها لغة الأجداد. وأنها لغة الأجداد. طيب، تصويرا ووضحوا بكتاج. ووضحوا صور اللغة العربية بالتاج. وبكتاج ده تصوير أو تعبير مجازي، حيث صور اللغة العربية بالتاج. طيب، قال لك هنا يا سيدي عايزين موضع توازن. عايزين كلمة تضاد الأول وباين أصلا. طيب، التضاد فين؟ عايزين في أي بيت ولا إيه؟ تضاد وباين أصلا، ماشي. طبعا كلمة عندنا بياضه والخلجان أهو. بياضي والخلجان. طيب، بينهما تضاد أثره يقوي المعنى ويوضحه. ما موضع التوازن في البيت الأول؟ طيب، التوازن عندي بين كلمة لساني ومكاني. لساني ومكاني. نخش على النحو معانا. آخر حاجة عندنا النحو. طيب يا سيدي، قال لك تعالى كده اما نقرا القطع.
يا باحثا عن السعادة، إن أسعد الناس حظا من قراءة أسعد الناس حظا من قرأ آراء العقلاء واستفاد من أصحاب الخبرة. فليست السعادة أن تتولى أعلى المناصب، وكم من تعساء امتلكوها. فإذا كنت متعلقا تحب الخير لنفسك ولغيرك، فابحث عن وسيلة السعادة ولن تجدها إلا في بذل الخير. طيب، جميل جدا. قال لك إن أسعد الناس حظا من قرأ آراء العقلاء. طيب، عايزين نعرف كلمة الناس. طيب، هو أنت أصلا بتعرف إزاي؟ فكرة لما أنت بتعرف بتبص ورا. طيب، بص ورا كده لقيت إن. طيب، يبقى إن دي ليها اسم وليها خبر. فين اسم إن؟ تعالى بس كده اما نصغر القلم شوية. فين اسم إن؟ لا، ده كده بقى صغير قوي. لا، شغال أهو. ده كده اسم إن. ده كده إيه اسم إن؟ حلو قوي. أسعد الناس حظا من قرأ. هل دي خبر بتاع إن؟ لا. أنت عارف خبر إن إيه فين؟ أهو. من إن أسعد الناس. إن أسعد مين؟ قال لك أسعد. إن أسعد من قرأ. من قرأ ده هنا عندي الخبر. طيب، أما هنا يا مستر كلمة الناس هتتعرب إيه؟ هتتعرب مضاف. مضاف إليه. مضاف إليه ماله؟ مجرور بالكسر. مضاف إليه مجرور بالإيه؟ مضاف إليه مجرور بالكسر. من قرأ آراء. طيب، بص كده عندي لقيت كلمة قرأ. طيب يا سيدي، هو قرأ ده. تعالى اما نمسح كده بس عشان ايه نشوف الدنيا واضحة. اهو آراء. عايزين نعرب ايه؟ عايزين نعرب آراء. نبص ورا. قرأ ده يا مستر جملة فعلية، فإذا عندي ده هنا عندي الفعل. حلو قوي. فين الفاعل؟ هتقول لي ضمير مستتر تقديره هو. فهنا الآراء مفعولا به منصوب بالفتح. مفعول به منصوب بالايه؟ بالفتحة. طيب يا سيدي، تعالى اما نشوف اللي بعده. طيب، فإذا كنت متعلقا تحب الخير. طيب، ارجع ورا لقيت كلمة كنت. كنت دي أو كان من كان وأخواتها ليها اسم وليها خبر. طيب، كنت أنت. ده هنا ده اسمها. تحب الخير ده خبرها. طيب، متعلقا دي ايه؟ متعلقا دي يا سيدي الكل حال منصوب بالفتح. حال منصوب بيه ولا؟ حال منصوب بالفتح. طيب، ننزل تحت وقال لك منادى واسكو نوع. طبعا المنادى عندنا اهو باين وواضح ومجلجل في في السطر الاول. يا باحثا عن السعادة. كلمة اهو باحثا. ونوع طبعا شبيه بالمضاف فعلا معربا. اهو لن تجد. لن تجد. او نكتب بس ايه تجد بس عادي. مفيش عندي مشكلة. لن تجد. وبين علامة اعرابه مجزوم. لا، مجزوم ايه يا مستر؟ دي قبله لن. لن كي حتى لم التعليل. يبقى منصوب بالايه؟ بالفتحة. طيب، تمييزا محولا. تمييزا اهو يا سيدي. كلمة حظا ليه جاية بعد كلمة على ايه؟ على اسم صيغة التفضيل اسعد. واي كلمة على وزن افعل جت بعدها كلمة نكرة منونة بتتعرب تمييز. يعني هنا والله عندي كلمة ايه؟ حظا. عندي كلمة حظا ضمير مستتر وقدره. بص كده عندي استفاد. هو مين ايه استفاد؟ هو من اصحاب. هنا عندي الضمير المستتر عندي تقديره هو. اهو يا سيدي. استفاد. وهنا تقديره هو. طيب، علم المعلم اكثر من علم الطالب. طيب، عايز ايه هنا مني يا سيدي؟ قال لك صياغة الجملة بحيث تشمل على تمييز وغير ما يلزم. تشتمل على تمييز. ماشي، تشتمل على تمييز. المعلم اكثر الناس. او معلم اكثر علما من الطالب. العلم ايه؟ المعلم اكثر علما من الطالب. طيب، في المدرسة
عدد 8 من الأقسام و73 73 كتاب. طيب استبدل الأرقام بالأرقام، ألفاظ عربية مع ضبط التمييز. طيب هنا 8 بتختلف، يعني إيه بتختلف؟ يعني ده والله عندي مذكر فهي هتكون مؤنث، فهنا نقول 8. طيب وثلاثة بتختلف، وهنا ده مذكر فهنا نقول 73، لأن هتكون 70 عندي هتكون معطوف، والمعطوف بياخد الإعراب اللي قبل. وكده يا عم الحاج نكون خلصنا الامتحان، اللي بإذن الله بإذن الله تخش تلاقي زيه وتقفل كده وتجيب الدرجة النهائية. تنساش تصلي على النبي، زيد النبي صلاة، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في الفيديو، تنزل بقى تنزل تشترك في قناة الواتساب، هتلاقيها موجودة عندك الجروب بتاع الواتساب عشان كل حاجة تنزل لك عليه. كان معاك استاذ عبد الله عواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.